النهاردة قررنا ندلع الدايت وهنحتاج 2 عدد كوسة هنعمل بيهم وصفة في منتهى الجمال. قبل اي حاجة متنسيش تعملي لايك وشير وكومنت حلو كده زيك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. هنحتاج كوستين، يعني 2 عدد كوسة. هنبدأ ان احنا نبشرهم كويس جدا بالمبشرة اليدوي او المبشرة العادية زي ما انت عايزة. بعد كده هنجيب مصفى ونحطهم فيها. تمام، يعني احنا كده بشرنا الكوستين وحطيناهم في مصفى. هنعصر عليها ليمونة كاملة، يعني 1 ليمونة كاملة وسط او صغيرة زي ما انت عايزة، مش هتفرق يعني. وبعدين هنحط لها حوالي ربع معلقة من الملح. تمام. بعد كده هنبدأ ان احنا نعصرها بقى، يعني نضغط عليها بايدينا كده كويس. اقعدي بقى ايه فعاصي فيها كده لحد ما تنزل المية بتاعتها. هنعصرها كويس جدا. هتلاقوها اصلا بتنزل المية من تحت، يعني كل ما بنعصرها كل ما بتنزل ميتها من تحت. الناس اللي عاملة دايت هتحب الوصفة دي جدا. الناس اللي بتروح الجيم بجد هتشكروني على الوصفة دي، في منتهى الجمال. الناس اللي عندها اطفال ما بتحبش الخضروات برضو الوصفة دي هتعجبكم جدا، والناس اللي مش عاملة دايت برضو هتعجبكم. هنبدأ بعد كده. بصوا، يعني المية بتاعتها بدأت تنزل وهنسيبها بقى تتصفى مع نفسها. هنجيب عدد 3 بيضات. طبعا عدد الحاجات اللي انا بقولها دي على حسب الافراد اللي هتاكل، انت ممكن تزودي او تقللي عادي. هنبدأ ان احنا نفصل البياض عن الصفار زي ما انتوا شايفين كده. دي اسهل طريقة ان احنا نفصل بيها البياض عن الصفار، ان احنا بنكسر البيضة كده من النص وبعدين بفتحها وببدأ بقى ان انا اجيب الصفار هنا وهنا. هتلاقوا البياض اصلا بينزل لوحده اهو زي ما انتوا شايفين. الموضوع سهل جدا وبسيط. خدنا الصفار لوحده وخدنا البياض لوحده. هناخد بيضة كمان، هما 3 بيضات عشان انا استخدمت 3 بيضات. ممكن انتوا تكتروا او تقللوا. اهو بصوا فتحنا البيضة كده من النص، وبعد كده ببدأ ان انا اجيب الصفار هنا شوية وهنا شوية لحد ما البياض هتلاقوه بينزل لوحده. خلاص هنركن بقى الكلام ده وهنجيب طاسة على النار. هبدأ احط فيها حوالي معلقتين من زيت الزيتون. ممكن تستخدموا زيت نباتي عادي وتحطوا معاه معلقة من الزبدة. ممكن تستخدموا معلقة من الزبدة، بس يفضل طبعا زبدة من اللي هي الجاموسي او البقري، يعني الحاجات اللي هي طبيعية مش مهدرجة. او معلقتين بقى زيت زيتون زي ما انا عملت كده. هنقطع بصلايه صغيره وهبدا ان انا احطها مع الزيت. هحط لها رشه من الملح واحط لها كمان رشه من الفلفل الاسود. على فكره بحب الفلفل الاسود كتير في الاكل، يعني بحبه في الاكل. بحس ان هو بيظبط النكهه وبيظبط طعم الاكل جدا. هقلب بقى كويس لحد ما البصل بتاعي يبدا ايه يعني يشكشك كده ولونه يبدا يدبل شويه. مش كتير يعني، مش هنقعده كتير. الوصفه دي ما بتاخدش دقايق اصلا وبتكون جاهزه معاكي. هنا هنبدأ بقى نكون بشرين جزراية حلوة كده وهننزلها عليهم. مليانة بجد عناصر غذائية. الوصفة دي فيها كمية خضروات حلوة قوي. الناس اللي ما بتحبش الخضار والناس اللي زهقت من الأكل التقيل وعايزة تاكلي حاجة خفيفة، الوصفة دي ليكي. كمان الناس اللي زهقت من الدايت ومش عارفة تعمل ايه، برضو الوصفة دي ليكو. ومش شرط يا جماعة نعمل فراخ ولحمة خالص، يعني مش شرط ان احنا ندخل فراخ ولحمة في جسمنا كل يوم كمصدر للبروتين. لا، احنا ممكن ناخد البروتين من حاجات تانية كتير. هنقطع بقى طماطمتين صغير وهننزلهم عليها، او لو عندك طماطم شيري ممكن تقطعيها نصين وتضيفيها على الوصفة برضو عادي، يعني ده او ده متاح مفيش مشكلة. هنقلب بقى كله مع بعضه كده لحد ما الجزر يبدأ ان هو يدبل برضو معانا. كله بقى بيدبل كده مع بعضه وبياخد من نكهة بعض اهو زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل جدا وبسيط مفيهوش اي صعوبة خالص. هبدأ ان انا اتبل بقى الجزر والطماطم دولت بشوية فلفل اسود وشوية ملح صغيرين خالص. ممكن برضو نستغنى عن الخطوة دي، بس انا زي ما بقول لكم انا بحب الفلفل في الاكل، بحس ان هو بيظبط طعم الاكل كده وبيدي يعني نسبة حرقية كده زي الشطة، بس على الخفيف، يعني على حاجة كده منكهة بس. وهقلب كويس بقى لحد ما كله يدبل مع بعضه. بعد كده هنبدأ ننزل بقى بايه، بالكوسة اللي احنا سبناها منقوعة لحد ما نزلت المية بتاعتها. احنا عصرناها كويس زي ما انتوا شفتوا وبعد كده سبتها، يعني ما بسيبهاش كتير برضو. عقبال ما انت تجهزي حاجتك هتلاقيها خلاص خلصت. نزلنا الكوسة معاها. عايزة اقول لكم برضو ان الوصفة دي يعني طعم الكوسة مش باين خالص. هي مدية طعم حلو وما تعرفيش انها كوسة، يعني الناس اللي ما بتحبش الكوسة مش هتعرف طعمها خالص. انا بجد انبهرت، يعني انبهرت من طعم الوصفة. غير اي وصفة بنعملها فيها خضروات كتير وبيض والكلام ده خالص. هنجيب بقى ال3 بياض بيض بتوعنا.
هنبدأ بقى ننكههم برضو بشوية ملح وفلفل كده صغيرين، يعني رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح. وهبدأ ان انا اقلبه كويس جدا. هنقلبه قلب 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 كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى يا معلم هننزل بيهم على الخضار اللي احنا عملناهم ده. يعني هتقولوا لي طب احنا ليه فصلنا البياض عن الصفار؟ هقولك ليه دلوقتي، بس تابع معايا الفيديو. اهو بعد ما قلبنا البياض هنزل بيه على الخليط اللي احنا عملناه تحت ده. هنبدأ نقلبه كله مع بعض. فايدة البياض ان انا فصلته، ان البياض هيخلي الخلطة دي تمسك، يعني تبقى عبارة عن قرص كده كامل مع بعض. فاهمين؟ هيبقى عامل ربط، يعني يبقى كأنه ربط كده للخضار اللي احنا عملناه. وبعد كده هنبدأ ان احنا نسويه بقى في الطاسة، لانه هيمسك كله، يعني هتلاقيه بقى كله ربط وبقى يعني قطعة واحدة اهو. هنبدأ ان احنا نسويه على قد حجم الطاسة زي ما انتوا عايزين، يعني اكنه قرص واحد كده زي البيتزا، او لما بنيجي نعمل بيض اومليت هو نفس الوضع. هنبدأ ان احنا نفرده زي ما انتوا شايفين، وهنعمل فتحات بقى عشان هنحط الصفار دلوقتي، ما هنرمي الصفار يعني ما ينفعش اهو. هنبدأ ان احنا نعمل فتحات في النص، وزي ما قلت لك على حسب البيض اللي انت هتستخدميه قد ايه. دي حاجة بترجع لكم وعدد الافراد اللي هياكلوا. هبدأ ان انا احط الصفار زي ما انتوا شايفين كده في الفتحات اللي احنا عملناها. هو طبعا في 2 فتحوا مني، بس واحدة اللي انا قدرت اظبطها. انتوا بقى حاولوا تظبطوا، الجو حر فالبيض اصلا مفرهد، تحس ان هو مفرهد كده، مش عارفة ليه، الجو حر جدا يعني. وبدأت ان انا حطيت الصفار زي ما انتوا شايفين كده في النص. وهنا بقى هنبدأ ان احنا يا اما نغطيها ونوطي عليها نسيبها لحد ما الصفار بتاعي يستوي، يا اما ادخلها تحت الشواية. هنا خلاص كان استوى معايا. هنرفعه بقى من على النار وهنبدأ نقدمه. بجد طعمها حلو قوي وهتعجبكم جدا، واللي هيجربها هيدعيلي. ولازم تجربوها وتقولولي في الكومنتات طلعت حلوة ولا لا، يعني انا مش عايزة مجاملات، عايزة الصراحة. قولولي طلعت حلوة ولا لا، وانا متأكدة انها هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نقطعها كده مع بعض. بصوا طلع بقى كأنها ايه، قرص كامل زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم ان انا الاطفال اصلا عندنا ما بتحبش الخضروات خالص، يعني حبوها جدا. اهو بصوا طلع ازاي، طعمها حلو. وغير اصلا ان الكوسه حلوه جدا ومفيده للقلب وبتنزل الميه الزياده. ما تنسوش تعملوا لايك بعد ما شفتوا الفيديو.